بص يا غالي، دي مقبرة، ده باب مقبرة غرفة دفن أو باب المقبرة. تدخل دخلك كده لجوه لحاجة اسمها البهو أو الصالة أهو. تمام. أهي واللي في دفن معين أو في فترات معينة كانوا بيعملوا الباب الوهمي ده. كان باب وهمي والناس كسرته ولقيته تلاقي صم جمل فما عادش اشتغلت فيه، وادي مائدة قرابين أو باب وهمي تاني هنا أهو. فبيعمل في الصالة هنا باب وهمي ومائدة قرابين. تمام. وفي ناس تانية أو فترة أو نوع تاني كان بيعمل مائدة القرابين والباب الوهمي بره. تمام كده. وبعد كده يديك باب غرفة. باب الغرفة ده يدخلك على حاجة جوه اسمها المصطبة. في مصطبة هنا هيت قدامك اهي، في مصطبة. مش عايز بس اكمل عشان الغرفة مش كويسة. وهنا في بير، هنا بير الدفن. تمام. وده واللي احنا قلنا دايما كنا بنقول عليه ان لما يبقى الباب الوهمي موجود او مائدة القرابين موجودة بتبقى الغرف خلفها بس في الارضية تحت. انا احمد سفاري، وده صفحة زي الاشارات ما بتقول. السلام عليكم.